ورغم هيمنة الوداد على أطوار اللعب، فإن فريق نهضة ستاد تمكن من افتتاح حصة تسجيل في الدقيقة 12 بواسطة اللاعب الحميري. هذا هو الهدف الأول لفائدة فريق نهضة ستاد، وكان أجمل ما في الجولة الأولى والتي انتهت بهدف مقابل لا شيء. في الجولة الثانية انتفض فريق الوداد محاولا إحراز هدف التعادل. هذه العملية لن تسفر عن أي شيء، الدفاع أبعد الكرة بنجاح، ومن خلال هذه العملية سيتمكن فريق نهضة ستاد من الحصول على ضربة جزاء احتج عليها كثيرا فريق الوداد. وبعد أخذ ورد رشيد بوحمان منح الهدف الثاني لفائدة فريق نهضة ستاد. من خلال هذه العملية سيطرد الحكم اللاعب هشام بهدي بعدما ضرب الكرة خارجا بعد صفارة الحكم. جمهور الوداد انتظر كثيرا قبل حصول الفريق على ضربة جزاء قلص بها الفريق. هنا أسقط لاعب فريق الوداد، وأعلن الحكم عن ضربة جزاء لفائدة فريق الوداد احتج عليها بشدة مدرب فريق نهضة ستاد محمد فخير. العلالي كلف بالتنفيذ وقلص الفريق لفائدة فريق الوداد. هدفان إذن مقابل هدف واحد لفائدة فريق نهضة ستاد. الفريق سيتمكن من إحراز هدف ثالث، وجاء بواسطة اللاعب أمداح بعد تهاون الحارس الذي كان بعيدا عن مرماه. النتيجة النهائية 3 أهداف مقابل هدف واحد لفائدة فريق نهضة ستاد أمام الوداد. محمد فخير مرتاح لعطاء الفريق.